السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. انا عارف ان انا بقالي فتره ما نزلتش كونتنت على اليوتيوب من بعد الكورس تقريبا. ما نزلناش غير تقريبا سيشن او حلقتين او حلقتين على اليوتيوب تقريبا. فده ليه؟ بسبب ان انا اتسحلت شويه في البيزنس وبعدت شويه عن الكونتنت. علشان انا كنت ببيلد اب حاجه كبيره جدا، بيزنس كبير. بيزنس متعدده في حاجات كتير ليها علاقه بالاي كوميرس، التجاره الالكترونيه وهكذا. فكنت قطعت شويه على السوشيال ميديا، فانا رجعت دلوقتي اقدم كونتنت تاني بعد ما بقى في حاجات استابليشد وبقت في حاجات شغاله بشكل كويس، فبقيت ارجع للكون تاني بشكل كويس. وانا النهارده راجع لكم بحاجه الناس ما تعرفهاش. انا نفسي ما كنتش اعرفها غير من قريب عن طريق حد كان جوه امازون. عرفته يعني من قريب. وكنت بكلمه دايما على طول، كان بيشرح لي حاجات في السيستم بتاع امازون. ليه؟ لان هو كان شغال اكس امازون او كان شغال في امازون، فعرفت منه حاجات كتيره قوي بتفيد البائعين. كان الصراحه كل ما بكلمه ما بيأثرش معايا خالص وبيرد عليا على طول. فانا اكتشفت ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش الحاجه اللي انا هقولها النهارده، وهو ازاي تعرف القطع اللي ليك في مخزون الاف بي اي اللي اتكسرت او دامجت، او ان هي لوست او ضاعت في المخزن فتقدر تتعوض عليها. دي حاجه احنا كتجار ما كناش نعرفها بشكل، او ما كانتش واضحه على السيستم بشكل كبير قوي. ده لما بيبقى الشغل اف بي ام او الشغل ايزي شيب بنقدر نتراك حاجه شبه كده. انما لما الحاجه بتبقى في المخزن بيبقى ريفرنس اي دي وليها ترانزاكشن وممكن تتنقل من مخزن لمخزن. فانا اكتشفت منه ان في شيت معين جوه الريبورتس بتاعت امازون بتقدر من خلاله تعرف ايه القطع اللي ضاعت في المخزن، وكمان وكمان القطع اللوست يعني. واكتشفت ان في خمس ست شيتات تانيين لما دورت على اليوتيوب ودورت جامد. اكتشفت ان في شيتات او السنتر بتاع او السكشن بتاع الريبورتس ده كنز، حرفيا كنز كنز كنز. ليه؟ بيقدر يرجع لك فلوس كتيره جدا من الحاجات اللي بتضيع في المخازن وي 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 وي. وكمان في السكشن بتاع البيمنت، البيمنت ريبورستري كمان انت بتقدر تعرف منه شويه معاملات ما المفروض تكون كفلوس دخلت لك، بس هي ما سمعتش في الاكونت، فبتبدا تطالب بيها او تفتح بيها تيكت، والحاجات دي بترجع لك 100% 100% بترجع لك الفلوس بتاعتها. فانا عرفت منه طريقه النهارده هعرفكم بيها ازاي بتقدروا تشوفوا الحاجات اللي اتكسرت والحاجات اللي ضاعت في المخزن. فتابعوا معايا خطوه بخطوه كده، لان اول ما اكتشفت ان في تجار كتيره جدا ما يعرفوهاش، انا نفسي ما كنتش اعرفها زي ما انا قلت لكم. فانا قلت وجب ان انا لازم اطلع اسخن بكونتنت لطيف كده، بحاجه تقدر تفيدكم وترجع لكم فلوس. واكتشفت ان في ايجنسيز حوالين العالم بتتشارج مقابل الحاجات دي، بترجع للكلاينتس بتوعها والاكونتس اللي هي ماسكاها فلوس على الحاجات اللي ضاعت والحاجات اللي اتكسرت. وبتاخد على الحاجات دي فلوس، على قيمه الحاجات اللي امازون بتعوضك عنها او هم بيقدروا يعوضوك عنها عن طريق امازون، بياخدوا عليها فلوس. فانا دلوقتي هعرفك ستيب باي ستيب ازاي تقدر تعرف الحاجات اللي قد ضاعت ليك في المخزن. فعايزك تركز معايا قوي قوي قوي، ويكون بدايه كونتنت قوي جدا عن امازون. يلا بينا عشان بقى اقول لكم الطريقه بتتم ازاي. هنفتح السيلر سنترال بتاعنا، وهعرفكم الطريقه خطوه بخطوه. طبعا انا زي ما قلت لكم هو في خمس شيتات تقريبا ممكن تدور عليهم، بيرجعوا لك وبيعوضوك عن حاجات. بس انا هقول لك ايه اللي هو كان قال لي عليه بالظبط يعني. نسيب بقى الطرق التانية بقى في الكورس المدفوع ان شاء الله. فممكن تدور على اليوتيوب، مش عايز اخبي عليك معلومه، انا بحاول افيدك بقدر الامكان زي ما انا بقول لك دلوقتي يعني. بس انت ممكن تدور على اليوتيوب فعلا، هتلاقي اللي انا بقوله ده. دور بس كويس، هتلاقي محتوى اجنبي بيشرح موضوع الريبورتس دي بالذات، وبالذات الريبورتس اللي موجوده في الفولفيلمنت، والريبورتس اللي موجوده في الاف بي اي والريتيرنز والبيمنت ريبورستري. الحاجات دي كلها بيبقى فيها حاجات تقدر تتعوض عنها. بس خلينا نشرح دلوقتي الحته بتاعت الفولفيلمنت والحاجه اللي متكسره وضايعه في المخزن بتاعك لو انت كنت بتشتغل اف بي اي يعني. حلو. هنيجي هنا من على المنيو الشمال، هنيجي نضغط هنا وبعدين هنروح على ريبورتس. بعد كده اهو فولفيلمنت ده هندوس عليه. ده من اهم السكشنز اللي موجوده في الريبورتس. الناس اللي ما بتعرفش تتعامل في الريبورتس فيها كنز حرفيا. فابدا اتعلم عن الريبورتس اكتر، لانها هتطور لك البيزنس بتاعك بشكل كبير قوي على امازون. هيتفتح عندنا الصفحه بالشكل ده كده. هيجي عندنا في المنيو الشمال هنلاقي عندنا في الانفنتوري حاجه اسمها انفنتوري ليدجر ريبورت. وده كل حاجه متعلقه بالانفنتوري بتاعك في المخازن او في الاف سي بتاع امازون او في الفولفيلمنت سنتر بتاع امازون، اللي هو غالبا من دلوقتي بقى اس بي اكس 5. فهندوس على انفنتوري ليدجر ريبورت. هنلاقي عندنا هنا تو اوبشن: فيو اونلاين وداونلود. فيو اونلاين ده لو انت عايز تفتح الشيت الجنريتد اللي انت هتجنريته هنا في البيج دي يعني. والداونلود لو انت عايز تحملها تفتحها على اكسل او على جوجل شيت، وانا طبعا بفضل على جوجل شيت او كده. هنبص عندنا هنا هنلاقي تايب اوف ريبورت، هنلاقي عندنا سمري فيو وديتيلد فيو. تعال ندوس على ديتيلد فيو. بعد كده هيفتح لنا سيكشنز تحتها مختلفه.
هنلاقي عندنا حاجه اسمها ايفنت تايب، هندوس عليها وهندوس على ادجستمنت. حلوه جدا. اول ما ندوس على ادجستمنت، انا عايز اقول لكم الادجستمنت دي تحتها ايه يعني، بس تعالى عشان قبل ما اوريكم تحتها، تعالى بص لو دوسنا على فيو اونلاين، لو جينا على الفولفيلمنت سنتر وخلينا ديتيلد فيو، وجينا هنا على الايفنت خلاها ادجستمنت، هيفتح لنا سيكشن تحتها في حاجه اسمها ريزون جروب. بص كده هنا هتلاقي عندنا كلمه دامجد، وهتلاقي عندنا كمان فاوند ولوست والحاجات اللي ضاعت وهكذا. حلو. ولو جينا هنا بعد كده دوسنا على مثلا الديت رينج، خليناها مثلا اخر 30 يوم، واتكينا على جنريت ريبورت، هنلاقي الريبورت اتحمل معانا. هننزل تحت لتحت، تعالى بص بقى كده، هو بديك الاونلاين فيو دلوقتي. انا بس خبيت الحاجه دي كده عشان دي كونفيدنشال برضو. هتيجي تبص هتلاقي عندك هنا انفنتوري فاوند، وهنا بالموجب انفنتوري فاوند يعني دي كانت ضايعه او حاجه بس هم لقوها. تعالى بص هنا سالب 1 دامجد ات امازون فولفيلمنت سنتر، دي قطعه دامجد. لو نزلنا هنا انفنتوري برضو ضايعه وهي في النقل. فزي ما انت شايف هنا كده، تعالى بقى نروح نبص عليها من الداونلود واعرفكم ليه. فزي ما بقول لك كده، الشيت ده مهم جدا عشان تعرف منه الحاجات اللي ضاعت والحاجات الدامجد. حلو جدا. فخلينا زي ما احنا نرجع بس التايب اوف ريبورت، هندوس ديتيلد وهندوس على الايفنت تايب، هندوس ادجستمنت، وبعد كده الديت رينج. الديت رينج هو انت اخرك اخر 60 يوم، اليجيبيليتي ويندو بتاعت ان انت تتعوض عن الحاجات المكسره، الحاجات اللي ضايعه 60 يوم. فالحاجات اللي من 90 ومن 120 يوم بقى، شوف انت بادئ البيزنس من قد ايه، ممكن يكون من اول ما بدات ليك فلوس بالهبل وانت ما خدتش بالك منها. انا كان في برضه نفس القصه لحد ما عرفت القصه دي من حد يعني اللي قلت لكم عليه ده. فانت دايما الاليجيبيليتي ويندو بتاعتك هي 60 يوم، فانت قدامك اوبشن ان انت تختار يا 90، او خلينا نيجي مثلا على هنا ندوس على اكزاكت ديت ونفتح من هنا. احنا النهارده يوم 6 7، 6 7 يبقى تعالى يبقى 6، يبقى 6 15 6 5، واحنا النهارده 6 7. مش عارف ده ازيد من 30 يوم ولا لا، بس بعد كده هندوس على ريكويست سي اس في داونلود. هنا كده هيبدا الشيت يتحمل، وبعد كده نروح نفتحه على جوجل شيت دلوقتي واشرح لكم تفصيله تفصيله. دلوقتي هفتح بلانك سبريد شيت على جوجل شيت دلوقتي، وهعمل الشيت ده امبورت هنا جدا، هعمل له امبورت. دلوقتي انا بعمل امبورت للشيت، فهدوس على امبورت داتا او convert text numbers dates and formulas. فدلوقتي انا مسحت هنا الداتا اللي موجوده هنا يعني، علشان ما ينفعش دي حاجه كونفيدنشال، الايسن والاف ان اس كيو والتايتل بتاع المنتج بتاعي. فانا اللي انا هعمله بكل بساطه دلوقتي ان انا هاجي هنا على اول رو، هقوم دايس هنا وجاي على داتا واتك كريت ا فلتر. بعد كده هاجي عند الكولوم اتش اللي هو فيه الكوانتيتي، اقوم عامل فلتر ودايس على اي حاجه بالسالب. اي حاجه بالسالب اعلم عليها، اي حاجه بالموجب هيبقى لا. كده انا عملت الفلتر هنا اهو، حلو قوي. هنيجي هنا على الريزون، هدوس على الام والاي، اشيل الكيو دي. حلو قوي. بص بقى يا سيدي، اللي انت شايفه هنا دي كل الحاجات اللي انت ممكن تتعوض عنها ازاي. اول حاجه الكوانتيتي دي بالسالب، يعني الكوانتيتي بالعكس ما تخلكش المخزن، يعني الحاجه دي ما رجعتش المخزن سواء لوست او دامجد، ففي فرق هنا في الفاريانت ما بين الحاجه اللي انت ورطتها والحاجه اللي هي دخلت سواء لوست او هكذا. اي حاجه فيها حرف الاي من هنا ده يبقى دامجد، او المنتج ده اتكسر في المخزن. حلو قوي. اي حاجه فيها حرف الام ده معناها ان هو لوست او ضاع في المخزن، انت المفروض تتعوض عن الحاجات دي. حلو قوي. فانت دلوقتي انا عندي كام قطعه؟ انا عندي ادي حوالي، لو جينا هنا جمعنا عملنا هنا sum function وفتحنا الرو ودوسنا انتر كده، سوري، فتحنا الرو ودوسنا انتر هنا كده. مش عارف ازاي خمسة، بس هنا دي قطعة 2 3 4 5، 5 و3 8 9 10 11 12، 12 قطعة في آخر 60 يوم تقريبا ضايعين، المفروض اتعوض عنهم. وحتى لو جيت بصيت على الفولفيلمنت او الاف سي اللي انا كنت قايل لك عليه، اس بي اكس 5 وهنا في كاي 6، يعني معناها انا بسلم دايما في اس بي اكس 5، بس ساعات المنتجات بتتنقل من اس بي اكس 5 لكاي 6 فبتضيع في النص. ودي ليها شيت تاني هبقى اقول لكم عليه برضه في فيديو تاني يعني. فاللي انتوا هتعملوا ايه دلوقتي، هتروح تاخد الريفرنس اي دي ده. حلو قوي. تروح تاخده كله كوبي كده وتحطه مثلا هنا. حلو قوي. وتاخد الاف ان اس كيو وتحطهم قصاد بعض، وتروح تحط دول في شيت، وتروح للتيكت تفتح تيكت على مع السبورت، تقول لهم ان الريفرنس اي دي للطلبات او للمنتجات دي بالاف ان اس كيو بتاعها ده، وحطهم في شيت وارفعه لهم وقول لهم انا عايز اتعوض عنه لان الحاجات دي لوستد ودامجد في المخزن. استنى بالظبط يومين هتلاقي ان فلوس الحاجه دي نازله لك في الاكونت بتاعك بكل بساطه.
فروح اتشيك دلوقتي عندك في الاكونت انت ليك فلوس، وفي طرق كتيره جدا جدا بتعوضك عنها. انا عارف ان الموضوع في مصر يعني الناس اللي عندها بقى يعني مثلا 5000 اس كيو 6000 اس كيو، انت هيبقى لك فلوس ممكن تكسر ال 50 وال 60 الف جنيه عادي جدا في اخر 60 يوم، وفي ناس بيبقوا اكتر من كده كمان يعني. فدي طريقه من احد طرق ان انت ازاي تتعوض عن الفلوس اللي ليك. طبعا امازون لو شافت ان الفيديو ده يعني هيعملوا لي قلق يعني يعني انا فاهم بساعدكم بجد. فارجع دلوقتي اعمل الخطوات دي وطبقها، واستنى مني برضو فيديوهات جديده قدام اقول لك ازاي تقدر تتعوض عن الحاجات اللي ليك في امازون، لان في تريكس وحاجات معينه عشان تتعوض عنها لازم تعملها. مش دايما الطريقه اللي هما بيقولوا لنا عليها في البتاع بتبقى هي الطريقه المثلى للتعويض يعني. فانت لازم تكون ناصح ومتابع وبتتراك حاجتك وشايف الريبورتس بتاعتك كويسه. امازون مستحيل تضحك على حد، انت اللي محتاج تتابع على السيستم بتاعهم. يعني هي مش قصدها ان هي تخبي عليك، بالعكس انا السيستم بتاعهم جامد جدا لدرجه ان هم ما فيش تفصيله مش موجوده في السيستم. فاهم قصدي ايه؟ كل حاجه تراكب وكل حاجه امازون بتتراكها، انت اللي محتاج تكون اوير بالسيستم بتاعهم بشكل كويس. فارجع طبق الحاجه دي دلوقتي، وما تنساش هنا تعمل لنا سبسكرايب لان انا هبدا انزل كونتنت، فعايز تتابعني على طول. ومعلومه نسيت اقولها لكم ان انا شغال دلوقتي على بيزنس هيفيد كل الناس اللي شغاله او التجار على امازون وكل الناس اللي شغاله في الاي كوميرس. وهو ايه؟ حاجه متعلقه بالمنتجات، ان انا ازاي هخليكم تقدروا تستوردوا منتجات من الصين باقل كميه. ليه؟ لان انا شفت كميه ناس بيقابلها صعوبه اختيار المنتج من السوق المحلي والمنافسه العاليه من المنتجات الموجوده في السوق المحلي. فانا دايما كنت بجيب منتجات من الصين، فكنت بشوف المكسب اللي فيها عامل ازاي وتنوع المنتجات، وان المنتجات على امازون او في الكتالوج بتاع امازون ناقصه جدا وفي سيلكشن كتير قوي ناقص. فدايما ببص للاوبورتيونيتي بتاعت الصين حلوه جدا، ان انا بقدر اجيب اي منتج، بقدر انزل منتجات جديده في السوق. ولما فكرت انزل اشتغل واجيب منتجات من السوق المحلي، لقيت ان هوامش الربح بتاعتها قليله جدا، وان في 50 60 واحد بيبيع معايا نفس المنتج. فانا الحمد لله طلعنا بسوليوشن ان احنا نقدر نخلي كل واحد يقدر يستورد اي منتج من الصين من اول متر مكعب او 1 سي بي ام في اقل وقت وباقل ميزانيه. تقدر دلوقتي من البيزنس اللي احنا هنطلعه كمان اسبوعين ده ان شاء الله، تقدر ان انت تستورد من الصين ممكن من اول 2000 دولار. وده طبعا مبلغ قليل جدا بالنسبه للاستيراد، مش مبلغ كبير، بس هيسند اي حد ان هو لو عايز يميز نفسه بمنتجات جديده وعايز ان هو يبدا يستورد ويتوسع ويكسب اكتر. فما قدامكش اوبشن بجد غير ان انت لازم تجيب منتجات مختلفه من الصين او تشوف مصانع بره مصر. فاستنوا اسبوع وتابعوا القناه دي كويس جدا عشان البيزنس موديل ده هيبقى بابليك ليكوا كمان اسبوع. فبس كده، استناكم الفيديو اللي جاي. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب هنا على القناه، فسبورتوا معانا كده، عايزين نوصل ل 10K سبسكريبشن.